هذول الست لاعبين راح يتركوا ريال مدريد بمجرد وصول تشابي ألونسو بالصيف. على الأغلب أول شيء راح يعمله راح يفكك الثلاثي الهجومي لريال مدريد. ألونسو أفضل حد ممكن يدرب ريال مدريد بعد أنشيلوتي. بصراحة ريال مدريد بيحتاج لرؤية جديدة. أول حد ممكن يترك الفريق هو لوكا مودريتش، عمره 40 سنة وصار لازم يقول الوداع. ما عاد عنده اللياقة البدنية العالية، وحتى لو لعب لسنة إضافية ممكن ما يلعب كثير. روديجر راح يكون مع الفريق بس على الأغلب مش أساسي، لأنه ألونسو بفضل يلعب بثلاث مدافعين، مدافع واحد مركزي واثنين ظهيرين، والمدافع المركزي الأساسي راح يكون أسينسيو، ولها السبب لوكاس فاسكيز راح يتم الاستغناء عنه، ما عاد عنده نفس المستوى المطلوب. وكمان مندي اللي مش من ضمن خطط ألونسو. لاعب ثاني ممكن يغادر ريال مدريد وهو تشواميني اللي ضعف مستواه. لكن من الثلاثي الهجومي اللي ممكن يترك ريال مدريد هو رودريغو، لأنه عنده أقل تأثير في الفريق. امبابي وفينيسيوس راح يشغلوا الأجنحة، والفكرة أنهم يتعاقدوا مع مهاجم صريح.